غصبا عليك وعلى راسك تدفع 66,000 دينار، وإذا ما تدفعهن ما تدخل للفاينل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل دول العالم وزارة التعليم العالي توفر رعاية صحية، توفر بيئة سليمة للطالب، توفر راتب كل شهر، توفر وجبة غذاء للطالب. وشنو يحتاج الطالب؟ إلا احنا بالعراق تدفع قسط دراسي أهلي، وإذا كنت حكومة هم تدفع مساوي، وال66,000 دينار. أدري الدولة ما عندها الخاطر الله، الدولة ما عندها حتى تاخذ من كل طالب 66,000 دينار. زين، هسه يجيك واحد يقول ها هن قحط 66. ايه قحط. البارحة وأول البارحة دخلوا لي ناس ما عندهم 50,000 دينار، طالبة ما عندها 50,000 دينار تدفع خط، فلوس خط، نشرتها وكل ناس تبرعت وطوها. وين نوصل بعد؟ حكومة ودولة عراقية ما توفر بيئة سليمة للطالب، ما توفر تعليم، ما توفر صحة. شنو من بلد هذا؟ لا والله شنو من بلد هذا اللي ما يوفر ذن للمواطن؟ انتوا شنو موجودين؟ زين، خزينة الدولة قليلة حتى تاخذون من كل طالب 66. وين نفطكم؟ وين اقتصادكم؟ وين زراعتكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، ما نقدر نقول غير هاي. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم.